في نوع من البنات بتعرف تدخل حياة الولد بهدوء من غير ما تعمل أي حاجة ملفتة، بس تعرف إمتى تتكلم وإزاي تبان بسيطة. تبدأ كده بلقطة بريئة، إنت شبه حد كنت بعرفه، أو ضحكة خفيفة، أو موقف بسيط تخليه يحس إنها طيبة ومكسوفة. ومن اللحظة دي اللعبة بتبدأ. هي مش داخلة بسرعة، بالعكس بتدخل على الهادي، تحكي لك حكايات صغيرة عن حياتها، زي لما تقولك كنت بحب جدا، يعني كنت بعمل كل حاجة من قلبي، كنت بسأل عليه، بخاف عليه، حتى لما يزعل كنت أنا اللي براضي، وفي الآخر سابني من غير ولا كلمة، ولا حتى حاول يشرح. فضلت أسأل نفسي أنا عملت إيه غلط، لحد ما بطلت ألوم نفسي وقلت خلاص، يمكن أنا مش كفاية. حكاية بسيطة كده تخليك تقول يا حرام دي اتظلمت كتير. تبدأ تشوفها كأنها بنت مختلفة عن الباقيين، دي محتاجة حد يحتويها. وطبعا انت تبقى عايز تبقى الشخص ده، تحس انك بطل الفيلم اللي جاي ينقذ البطلة. هي بتعرف تمشيها واحدة واحدة، يوم تبين انها قوية ومش فارق معاها، ويوم تاني تبقى مكسورة ودموعها قريبة، فتقول لنفسك ياه دي طيبة قوي، انا لازم ابقى جنبها. وساعتها تكون دخلت اللعبة فعلا، وهي ولا حتى رفعت صوتها. البداية دايما فيها كلام بسيط، أنا مش بفتح قلبي لحد بسهولة، أنا كنت مأذية قبل كده، أنت الوحيد اللي حسيت معاه بأمان. كلمات بريئة جدا، بس وراها خطوة مدروسة تخليك تتعلق وتبدأ تحس إنك لازم تحافظ عليها. هي مش دايما شريرة، بس ذكية جدا، عارفة إمتى تحكي وجعها، وإمتى تضحك، وإمتى تبعد عشان تشدك أكتر. وإنت بتفتكر إنك اللي ماسك زمام العلاقة، بس الحقيقة هي اللي كانت بتسوق من أول اللحظة، بالهدوء، بالبراءة، وبشوية تمسكن محسوب. بس اللعبة دي لسه ما بدأتش بجد، الجزء الجاي هتفهم إزاي بتقلب الترابيزة عليك من غير ما تتعب نفسها.